4 صفقات مدوية ينهيها النادي الأهلي وإليكم التفاصيل. الخطيب يحسم صفقة ديريك كوتيسا بعد مفاوضات مباشرة مع اللاعب. في تحرك سريع وحاسم، نجح السيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري في إقناع اللاعب السويسري ديريك كوتيسا بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعد مكالمة مباشرة بين الطرفين. وبحسب مصادر مطلعة، فقد علم الخطيب بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات رسمية مع اللاعب كوتيسا لضمه إلى صفوفه، وهو ما دفع رئيس الأهلي للتحرك فورا والاتصال باللاعب لعرض فكرة انضمامه إلى بطل إفريقيا. وخلال المكالمة، استفسر السيد محمود الخطيب من كوتيسا عن تفاصيل العرض المالي الذي تلقاه من بيراميدز، ليعرض عليه الأهلي بدوره مبلغا قدره $1,500,000 إلى جانب المزايا الفنية والتاريخية التي سيحظى بها اللاعب مع الفريق الأحمر. كما شدد السيد محمود الخطيب على الفارق الكبير بين اللعب في الأهلي، الذي يعد النادي المصري الوحيد المشارك في كأس العالم للأندية، وبين الانضمام إلى بيراميدز، مؤكدا أن اللاعب سيحظى بفرصة الظهور أمام نجوم الكرة العالمية والمنافسة على ألقاب قارية ودولية مرموقة. وبعد مناقشة طويلة، أبدى كوتيسا موافقته المبدئية على الانضمام إلى الأهلي، مؤكدا تطلعه لخوض تجربة اللعب مع واحد من أكبر الأندية الإفريقية، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات المقبلة. ويعتبر ديريك كوتيسا البالغ من العمر 27 سنة من أهم اللاعبين في منتخب سويسرا، وينشط أيضا في البطولة السويسرية. توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع نادي بيراميدز بشأن استعارة الثنائي إبراهيم عادل ومحمد الشيبي للمشاركة مع الفريق الأحمر في البطولة العالمية. وكان الأهلي قد خاطب إدارة بيراميدز رسميا لبحث إمكانية استعارة اللاعبين خلال فترة المونديال، وهو ما قوبل بالموافقة من قبل مسؤولي بيراميدز، في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين ودعم الأندية المصرية في المحافل الدولية. ويعد إبراهيم عادل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة، فيما يعتبر محمد الشيبي إضافة قوية للجبهة الدفاعية، وهو ما يعزز من خيارات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال البطولة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعبان إلى تدريبات الأهلي فور استكمال الإجراءات الرسمية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل. أما الصفقة المدوية التي تمت خلال الساعات الأخيرة، وهي توقيع نجم نادي الزمالك وأحد أبرز لاعبي منتخب مصر أحمد سيد زيزو رسميا للنادي الأهلي، في انتظار فتح باب الانتقالات لإتمام الصفقة بشكل نهائي. ويأتي هذا الانتقال بعد فترة من الجدل داخل أروقة الزمالك، حيث صرح السيد أيمن ممدوح عباس بأن قرارا إداريا بعدم تجديد عقد زيزو بقيمة مالية مرتفعة، مع اتجاه لتخفيض راتبه ليتناسب مع سقف أجور الفريق، كان السبب الرئيسي في حسم اللاعب قراره بالرحيل. وكان الأهلي قد نجح في وقت سابق في التعاقد مع نجم الزمالك السابق أشرف بن شرقي، وهو ما أثار موجة من الإحباط بين جماهير القلعة البيضاء التي كانت تأمل في استعادته، إضافة إلى ضمه موهبة الفريق إمام عاشور، الذي يقدم مستويات مميزة مع القلعة الحمراء. صفقة زيزو تمثل ضربة موجعة أخرى للزمالك وتعزز صفوف الأهلي بلاعب مميز. كل هذه الصفقات لا تكفي إدارة النادي الأهلي وعلى رأسها السيد محمود الخطيب، الذي ينوي أن يقوم بصفقات أخرى مدوية خلال الأيام القليلة القادمة.